أجواء الانتخابات البرلمانية حالة من الأمل والتفاؤل تسيطر على الشارع المصري، فالكل منتظر آملا في تحقيق مطالبه. مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية تزداد آمال الشارع المصري في تحقيق أهداف ثورتي يناير والثلاثين من يونيو التي لم تحقق بعد، مطالبين العضو البرلماني بالنظر إلى احتياجات المواطن البسيط. عمرو عبد المقصود، قناة الحدث. وهذه المزيد من المناقشة ينضم إلينا الآن في استوديو الأخبار الأستاذ السيد المحرزي المحامي والحقوقي المصري. أهلا بك سيدي. أهلا وسهلا بك. وأيضا معنا في استوديوهاتنا في القاهرة الأستاذ تامر الصفتي الحقوقي المصري. أهلا بك سيدي. أهلا بك. أبدأ معك يا أستاذ سيد، ربما في هذه المطالبات وهذه الرغبات التي استطلعناها من الشارع المصري في البرلمان القادم، ماذا سيختلف في الممثل للشعب المصري في مقعد البرلمان القادم عن أي برلمان آخر في السنوات القادمة؟ ما هو بالتأكيد احنا الناس عندها خلفية ان البرلماني العام في الشارع مع مصر بيأدي خدمات. وده كان ليه نظامه في ايام الحزب الوطني، ان طبعا كقاعدة وكحكومة تبقى مسيطرة على مفاصل الدولة. فشيء طبيعي النهارده الوزير موجود معاك فعاوز يخدم النهارده القاعدة الجماهيرية اللي موجودة عن طريق النائب اللي هو بيلبي له طلباته سواء موافقه او مش موافقه على قوانين او ميزات معينه، فبيأدي خدمه. بس للاسف كان في مجموعه من الناس بتاخد الخدمه دي بسبيل المصلحه. يعني سمعنا بعد كده ان في خدمات بتدار بمبالغ ماليه معينه في بالظبط رشاوى او في فساد كانت موجود، فده كان من اساسات اللي وقعت فيها النظام حسني مبارك قبل 25 يناير. بعد 25 يناير طبعا احنا شفنا برلمان الاخوان وشفنا قد ايه النهارده ان كانت القصه كلها مش عباره عن برلماني يخدم الناس او يكون بدور التشريعي اللي هو المفروض فيه اللي هو رقابه الحكومه او ان هو تشريع بالنسبه لقوانين مسلسله عنده. فوجدنا سيستم جديد خالص موجود عندنا اللي هو النائب النهارده اللي ملوش دعوه باي حاجه وهو بينقاد لاي شيء، فاصبح ما فيش تغيير في النظم الخاصه بنائب البرلمان الشعبي الموجود في البلد. على اللي احنا فاجئين فيه، احنا بنتكلم في دستور اقام في 2013 وفي مجموعه حزمه من التشريعات والقوانين ستقام في اثناء انعقاد هذا البرلمان، فليه دور تاني خالص مختلف شويه عن الدور اللي كان الرؤيه فيه او الناس كانت موجوده عليه. وده دور التوعيه اللي احنا بنقول احنا بنوجهها للناس ان انتوا تعرفوا ايه هو بالظبط الوظيفه او العمل اللي بيقوم بيه البرلماني اللي موجود في مجلس الشعب. احنا عندنا الفتره اللي جايه قوانين لازم تسن، لازم يكون عنده علم بمجموعه القوانين وتشريعاتها هتشتغل عليه وتحقق اهدافها بالنسبه للبلد، يعني تدينا القدره على العمل بقوانين يعتبر ميسره، قوانين مفهومه مش قوانين معقده ويكون فيها باب خلفي التحايل عليها او ان احنا نخرج عن نطاقها. فبالتالي دور البرلماني مش هيقتصر على الخدمه زي ما الناس شايفه كده، ان المفروض ان اللي بيأدي الخدمه هو عضو المجلس المحلي اللي موجود في داخل المحافظه او القريه او الوحده الموجود هو فيها، ودوره ينقل المشاكل اللي خاصه بالوحده او المركز الى النايب بتاع الوحده عشان يعني نميز ما بين المحلي والبرلماني. بالظبط. طيب، أذهب الآن إلى استوديوهاتنا في القاهرة والأستاذ تامر الصفتي الحقوقي المصري. سيد تامر، بعد تحية، المواصفات المطلوبة في النائب القادم بعد ثورة 25 من يناير و30 من يونيو في هذه المعطيات الموجودة في الانتخابات البرلمانية القادمة، هل بالفعل ننتظر هذا النائب؟ بالنسبة للوضع المجتمع المصري، أعتقد أن النائب الجديد لازم يكون على فكر وحس بمشاعر الشعب، وأن هو خارج من ثورتين متتاليتين، ولازم يكون على مستوى عالي من الثقافة السياسية لمواكبة الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد طبقا للظروف الدقيقة التي نمر بها. فالنائب لن يكون نائب خدمي، بل هو نائب للتشريعات لسن قوانين، فيجب عليه أن يمتاز بالذكاء السياسي. ونلاحظ أن طبقا للأخبار اللي توردت من قليل أن اختلاف الجنزوري قد انسحب من المؤتمر. ده يدل على أن في جاب كبير جدا ما بين الأحزاب السياسية في مصر واختلافها على تحديد قائمة معينة. ده هيؤدي إلى أن الأفراد الفرديين اللي نازلين على الكراسي الفردية في البرلمان القادم هيكون عليهم عبء ثقيل جدا ان هم يحاولوا تحسين الصوره السياسيه والمشهد السياسي للمواطن وتوفير الخدمات اللازمه ليه. دور المحليات اللي اتكلم عليه الضيف اللي مع حضرتك من شويه هيبرز خلال الفتره القادمه بعد استرداد البرلمان وشغله.
هيكون دور قوي جدا. فالمحليات هتاخد طريق تاني خالص اللي هي خدمات المواطنين. فيجب على الشعب، وهنا لازم نأكد على دور الإعلام، إن هو يوجه الشعب إنه دور البرلمان هو دور تشريعي وليس دور خدمي فقط. طيب، أعود إلى استوديو الأخبار مع الأستاذ السيد. يعني هذا الجاب أو الفجوة التي أشار إليها الأستاذ تامر ما بين القوى السياسية وما بين الأحزاب السياسية بعد انسحاب ائتلاف الجنزوري، هل تتوقع بأن يكون هناك عودة مرة أخرى، أن يكون هناك نوع من محاولات الإقناع؟ لازم نعرف إيه سبب النهاردة أن التحالف بتاع الجنزوري ينفصل أصلا عن وضع المشهد السياسي موجود في البلد. مش من المتوقع النهارده ان كمال الجنزوري بهالته وقاماته كراجل ماسك وزارتين في اثناء حكمين في البلد وحاليا مستشار الرئيس النهارده ان هو يلعب في قوائم انتخابيه مع وجود لغط في الشارع المصري. احنا مش عارفين دلوقتي احنا ماشيين ازاي في الحياه السياسيه، الناس لغايه هذه اللحظه ما تعرفش دور النايب ايه زي ما ذكرنا من شويه. فلما تيجي النهارده تقول له قايمه، يبقى انا قايمه وانت رجل النظام حاليا كمستشار الرئيس، يبقى انت كده تقول ان القايمه دي هي قايمه النظام او قايمه الرئاسه. ولكن يعني ربما فهو الرئاسه اعلنت ان هي الرئيس المصري بانه لا يدعم. احنا بنتكلم على الهفوه ان انت النهارده كراجل بقيمتك دي ولما تخش بهذا المعترك وانت اصلا مش عامل حسابات لطوابعه ايه، فدي هي المشكله كانت مع كمال الجنزوري. فشيء طبيعي النهارده بعد اللي حصل ده ان انا اخرج من التحالف، ان انا ما ايش سند. ربما تكون الصوره الواضحه للي كانوا داخلين في التحالف ان احنا سندنا الرئاسه او سندنا الدوله، فما فيش رئاسه سنداك، ما فيش حاجه سنداك، يبقى انت كده خلاص انا ما فيش حاجه سنداني، الحق ادور على قائمه انتمي ليها او حاجه. فلما خرج من الضوء اللي كان مسلط عليه كقائمه وجد ان بقيه القوائم كلها اصلا مش مجتمعه على حد عشان تتنفذ القائمه بتاعتها الموحده، وده اللي طالب بيه الرئيس، اقعدوا اعملوا قائمه موحده. مش معقول النهارده هننزل انتخابات يبقى عندنا 20 30 قائمه النهارده ونفرق اصوات الناخبين والناس نفسها مش عارفه مين اصلا في القائمه. ان ما ينفعش ازف ليك خبر هلم تعالوا النهارده احنا اخترنا نخبه من اصحاب البلد عشان انتوا دي كنتوا تخبوهم النهارده. طب انت اخترتهمنا على اساس ايه؟ طب ما انا الواجب عليا اختار الراجل اللي موجود عندي في دايرتي اللي انا اعرفه كويس جدا بيأدي لي خدمه يقدر يساعدني في اي وقت اطرق عليه الباب يقول لي اهلا وسهلا انا موجود. لكن عشان تفرض عليا شخص ده ما ينفعش. نعم، انا بشبهها بالظبط، كان ايحاء بان باعتبار بان من يترأسها هو انا بشبهها بالظبط كمان شخص يعبث بسلاح ولا يعرف النهارده هذا السلاح مثلا ايه مجرياته فيطلق النار على نفسه. هو ده نفس اللي حصل في قائمه الجنزوري، هم اطلقوا النار على نفسهم بدون علم. فانا لو احنا اتكلمنا عن الناس الموجودين في هذا التحالف ناس كلها قامات ولا داعي لذكر اسماء، لن يعني ازاي انتوا النهارده هربت منكم دي؟ انتوا ناس فاهمه كويس يعني ايه سياسه، بتعلمونا السياسه. مش معقول انتوا تخطئوا في هذا الوضع. فبالتالي كمان ان يجي حزب الوفد يستأثر بنفسه ويعمل دعوه على اساس ان كل ينضم تحت عباءه حزب الوفد، دي اصبحت مشكله تانية. يبقى انا رجعنا تاني لقصه الانا. ربما الوفد اعلن بانه لن يطلق اسماء من القاده، مش موضوع قاده، يعطي فرصه. ما توجهش الدعوه بحزب منفرد، ما يجيش انا النهارده كحزب اقول انا اوجه الدعوه، احنا بتشاور. يبقى احنا نقول النهارده احنا كلنا كاحزاب مصريه اتفضلوا تعالوا نقعد، احنا عاوزين نلبي الوضع الحالي في البلد متاخر، عاوزين نعمل استحقاق الثالث في الانتخابات، عاوزين نوصل لنتيجه معينه، من فضلكم تعالوا نحل المشاكل الموجوده. مش شرط انا النهارده يبقى في الدائره الفلانيه يبقى حزبي هو اللي بيستأثرها، ممكن نشوف غيره النهارده موجود، طول ما احنا هنوصل لهدف معين، هدف قومي للبلد. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ السيد المحريزي المحامي والحقوقي المصري، كنت معنا من استوديو الأخبار. وأيضا شكرا للأستاذ تامر الصفتي الحقوقي المصري، كنت معنا من استوديوهاتنا في القاهرة. شكرا لكما.